انا لو فتحت مطعم هيكون ده الطبق الرسمي والرئيسي عندي، من حلاوته وطعامته بجد خطير. هنعمل ورقة لحمة بأسهل وأبسط طريقة، كله منه فيه في 10 دقايق، مفيش جمال بعد كده. حاجة كده خطيرة جدا. معايا لحمة متقطعة شرايح، تكون رفيعة عشان تستوى معانا بسهولة، ما تاخدش معانا وقت كتير في الفرن، لان انا ما بقولش بحط لها سوائل ولا اي حاجة خالص. لحمة شرايح، معايا بصل متقطع شرايح. احط طبقة لحمة ورشة فلفل اسمر ومعاها رشة ملح بسيطة خالص، وبعديها اغطي بالبصل. بعد كده حطي اللحمة بتاعتك شرايح بصل وحطيهم وسبتهم مع بعض كده شوية، يعني ايه اللحمة مع البصل كده ياخدوا ايه الطعم مع بعضها كده، لحد ما بشرت جزر وقطعت بطاطس مكعبات. اي نوع خضار عايزه تحبيه تحطيه في ورقه اللحمه حطيه، مش عايزه يبقى خلاص الايه اللحمه بالبصل بس، الورقه اللي انت تعمليها وخلاص. المهم بقى، فانا جبت صينيه وحطيت فيها ورق زبده، وحطي بقى ايه التتبيله اللي احنا عملناها، حطي البصل وحطي اللحمه، حطي بقى بشر جزر، حطي بطاطس مقطعه، حطي فلفل اخضر، عايزه تحطي بزله تحطي فاصوليا، الحاجه يعني الخضار الاخضر اللي انت عايزه تحطيه حطيه، مش هيقول لا. وتاني حطيت بعد كده بقيه اللحمه اللي معايا والبصل، حطيهم مع بعض، يعني افرديهم كلهم على بعض كده. وانا طبعا كنت حاطه ملح وفلفل اسمر، بس في مرحله البطاطس مع البطاطس رحت جايه حاطه تاني رشه فلفل اسمر ورشه ملح، وحطي كمان جزر وقرن فلفل اخضر انا حطيته في الاخر نسيت اصوره. حطي بقى معلقه سمنه، ويا سلام لو عندك قطعه سمين او دهن، او مثلا ليه اللي هي بتاعت الخروف اللي انت بتحبيها، يعني لو بتحبيها حطيها هتنقلها في طعم تاني خالص. بس انا عندي قطع سمين بتبقى في التلاجة كده بستخدمها في الوقت ده، بجد بتدي طعم رهيب. دخليها الفرن بقى على حرارة 250 ونسيها بقى شوية كده مع نفسها بقى، تاخد وتدي مع نفسها، وحقيقي مش هتحتاج منك مية نهائي، هي استوت مع نفسها. دخلتها الفرن الاول على حرارة 250، وبعد ساعة الا ربع ساعة كده وطيته على حرارة 200 ونسيته بقى، وعملت جنبه شوية رز بالبهر، بجد خطيرة. حبة رز بسمتي كده متبهر حلو قوي 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 قوي. طريقة سهلة وبسيطة والطعم حكاية، وطلعت دايبة جدا جدا ومستوية على آخر حاجة. اهم حاجة انتي اول ما تدخليها الفرن على حرارة عالية، وبعد كده خلي النار عليها متوسطة وسيبيها، بعد ساعتين بالظبط افتحي عليها هتعرفي بقى النظام استوت ما استوتش ايه النظام. بس بجد خطيرة، لو عملتيها هيطلبوها منك وتشرفك قوي قوي في العزومات. ولو مستعجلة كمان وتعبانة مش قادرة تعملي، انت هتحطي كل ده مع بعض وهتدخليه الفرن، هيطلع مستوي ومش هياخد منك اي وقت خالص. دي اسهل وابسط واسرع وصفة غدا تعمليها بحقيقي بجد.